ناكل فسيخ ولا ناكل رنجه؟ داخلين على شم النسيم، وطبعا زي كل سنه لازم الفسيخ والرنجه موجودين معانا. انا مش جاي اكلمك هنا على الفسيخ ومشاكل الفسيخ الخاصه بالتسمم الغذائي وغيره كتير والبوتولينيوم توكسين وغيره. انا جاي اكلمك النهارده من نظره النيوتريشن. مين بيديني قيمه غذائيه اكبر، الرنجه ولا الفسيخ؟ بعيدا عن كوني انا شخصيا بحب الرنجه وطبعا طعمها بالنسبه لي احلى بكتير، وبعيدا عن ريحه الفسيخ، خليني اقول لك ان الرنجه واحده من اهم مصادر الاوميجا 3 على الاطلاق، الاوميجا 3 الفعال مش الاوميجا 3 اللي لسه هيتنشر. احنا عندنا 5 اسماك هم الاشهر في احتوائهم على الاي بي اي والدي اتش اي، وده الشكل الفعال من الاوميجا 3: السلمون والتونه والسردين، ومنهم كمان الرنجه. فانت النهارده الرنجه اللي انت هتاكلها في شم النسيم او حتى في غير شم النسيم، وحافظ عليها يا ريت لو تقدر اسبوعيا او مرتين في الشهر، مع مراعاه انك تجيبها دلع عشان تقلل كميه الملح اللي موجوده فيها. انت اخدت بروتين محترم جدا، والبروتين دايما اللي بيجي لي من السمك بنعتبره بروتين ما فيهوش اي مشاكل، ولا ياثر عندي على اليوريك اسيد ولا ياثر عندي على مشاكل النقرس. هي بس كميه الحديد اللي فيها ما بتكونش كبيره قوي، انما في الاخر خالص قيمته الغذائيه عاليه جدا، زائد كميه الاوميجا 3 المحترمه اللي انت هتاخدها. خليني افكرك تاني ان انت في ميزه تانية مع الرنجه، ان انت لما بتعملها سلطه بتحط معاها كميات كبيره من الخضار والبصل وغيره، وانت انا اخدت فيتامينز كتيره جدا، اخدت مينرالز كويسه جدا، اخدت معادن محترمه جدا، غير طبعا الالياف. كل ده يخليك تبص ان الرنجه بالنسبه لك هي اختيار امن، اختيار مور هيلثي، او تاثيره الغذائي اعلى بكتير. افتكر دايما ان صحتك اهم.